نعيمة راكي داسرة وشاد اليوتيوب علينا دسرك يا امي نعيمة وراكي داسرة وشاد اليوتيوب علينا دسرك. اذا اهلا وسهلا متابعي الكرام، متابعي جريده فيس بريس، مرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الخاص مع عز الدين الرحالي. عز الدين الرحالي اللي كان خرج معنا عبر المواقع التواصل عبر جريده فيس بريس، واللي كان صرح وقال بانه كان تيشتغل مع نعيمه البدويه، قال بانه كان تيغسل رجليه. نعيمه البدويه كانت خرجات وكذبات هذا الشيء هذا، وكذلك قنوات كانوا كذبوا هذا الموضوع هذا وقالوا بان هذا الشيء هذا ما كاينش. اليوم بغينا نعرفوا واش هذا الشيء صحيح ولا كذوب، بالحكم ان الفيديوهات انهم داروا واحد الضجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. عزيزي الرحالي، مرحبا بك معنا اخويا على جريده فيس بريس. السلام عليكم، معكم عز الدين الرحالي شخصيا، فنان مغربي ولد مدينة فاس. نعيمة البدوية كنت خدام معها وكنت كنحيدها البقولة في عين الصيغ، ونسيبها كنضرب معايا الحبس، كنت دوزت الحبس معاه. كان كيطيب في الكوزينه، وهاد الناس اللي كيكذبوا، هاد القنوات اللي كيكذبوا كيقولوا هاد الشيء ما كاينش، راه هاد الشيء كله راه كاين وبالدليل والبرهان. وهذيك راه دابا باغا دير البوز، فهمتي هذاك اللعيبه ديال هو هذا راه كل مره خارجه بكذبه بشكل. واخا عز الدين هي كتقول بانها ما عمرها عرفتك وما عمرها شافتك. شوف شوف عز الدين، باش لا كنتي كتعرفها ما كنتيش كتعرفها ما كنتيش كتعرفها. واش انت كتعرفها ولا ما كتعرفهاش؟ باش كنتي اشتغلتي معها؟ لان بالحكم انك كنتي كتقول بان كنتي كتغسل رجليها. راه كنعرفو، كتعرفني شخصيا، يعني كتبقى دير داك الكذوب ديال والو، راه كتعرفني مزيان. واخا شحال المده خدمتي انت مع هاد السيده هادي؟ انا خدمت معها سنين واعوام، شحال وانا خدام معها وما كتخلصش، فهمتيني. سميتو كندير لها رجليها وكنديرها لميها سخونه، اللي فيا مادك حاميد شي نصيصه. والقضيه ديال البقوله اللي كتديرها، كيفاش قضيه البقوله؟ هذاك قبل الشهره ولا هي كتبيع البقوله قبل الشهره، كتسودها للشانطي فين الطوموبيله، تما كانوا المواطنين كيشريو منها، باش كنزدها تما كنديها والناس كيبقاو يشريو منها قبل الشهره. عاد مورا الشهره داك حميد مصيصه وداك الشيء. انت كنتي كتقول بانك انت طلعتي لها القناه ديالها، لان بالحكم ان الفيديو اللي كنت سمعت عندنا كتقول بانك انت طلعتي لها القناه ديالها. كيفاش هذه القضيه ديال القناه ديالها وكيفاش طلعتيها لها؟ حيت انا فنان مشهور، كنت بحال دابا كنبارطاجيها وكذا، هو اللي شرطها بحال دابا هكا. انا عطيت هذاك اللعبه ديال حميد مصيص، انا عطيتها باش الشهرات. كيفاش حميد مصيصه؟ كتقول له كتشرب عسل تقول له حامي شي مصيصه، تما باش الشهرات. واخا عز الدين، احنا باش غادي نرجعوا للموضوع ديال غسيل الرجلين، لان هذا الموضوع هذا راه موضوع شائك وموضوع خلق ضجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هي كتقول لك بان هذا الشيء هذا ما كاينش وما كايناش هذه الهضره هذه، وتتاكد بهذا الكلام بانها كتقول لك هذا الشيء هذا ما كاينش. واش انت باغي تخلق البوز ولا شنو؟ هذا الشيء هذا راه كاين 100% راه كاين، ما غاديش نجي انا ونكذب عليها. راه كنت تنسيبها وكان راجلها وكانوا داك بناتها، داك بنتها داك عزيه وداك راجل بنتها قبل ما تضرب بنتها الحبس. هذا الشيء راه شحال هادي؟ راه تكون دابا شحال، شي 8 سنين ولا شي 9 سنين دابا تكون. وهذوك الناس اللي كيكذبوني كيقول لك هذا الشيء غير كذوب وكذا، البوز دايرو انا بعدا قبل ما تشهر هي، راه مشهور انايا، راه فنان مغربي، راه ايامات 2008 هما بالعانه كيبغيو يديروا داك اللعيبه ديال واحد يمشي للحبس باش كيبقاو يديروا اللايفات. انا مشيت للطواريط، هذا راه في الحبس تعاونوه باش كيجمعوا الفلوس، فهمتي، راه كيضربوا الاموال البايضه، راه كيضربوا 10 مليون 11 مليون 12 مليون. العانه كيبغي يصيفطوا واحد للحبس، مثلا بنتها ولا راجل بنتها كيمشي للحبس كيبقى يديروا اللايفات. راه مشات بدا نشوفوا الزياره شحال عطاوها شحال كذا، ديما هذيك اللعبه ديالهم. العانه كيبغي ضروري واحد ولا جوج فيهم يمشيو للحبس. يعني انت بغيتي توصلنا باللي الوقيته اللي كانت بنتها في الحبس كنت انت ديك الساعه خدام عندها وعارف؟ ديك الساعه كنت خدام عندها، وديك الساعه رجليها راه كانوا من الفوق، غير انا هو اللي فشيتهم لها. كيفاش قضيه حبيبي؟ هاد اللعبه ديال حبيبي، حيت داك منعم كان كيقول لي اجي دير لي المصاب، ما كنبغيش ندير له المصاب، دايرين واحد المحل كاتبين فيه حبيبي، مشات هكاك حبيبي. يعني هذه الكلمه ديال حبيبي، مصاج حبيبي. واخا قلتي لنا بانه كان معكم وكان هو اللي تيطيب لكم والاخر. واش كيفاش هذه القضيه ديال النسيبه كان تيطيب لكم في الحبس؟ كان كيطيب في الحبس في الكوزينه، كان كيطيب كيدور على المحابسيه كيفرق على الماكله. وهذا الشيء كله هذا غير على حساب البوز، هما ضروري خصهم يمشيو للحبس، ضروري واحد جوج يمشيو للحبس باش كيبقى يديروا الطوال، دير لايف غاديه للسوق دير لايف، فين واش كدير لايف اي بلاصه كدير، ضروري كنصيفطوا واحد جوج ثلاثه. امي ناعمه حتى باغا تمشي للحبس، باغا تولي مخضره. واخا فاش ديك الوقيته كنتي انت خدام معاها، كيف قلتي انك كنتي كتسخر لها كتغسل رجليها، ماساج، كيفاش كانت كتعامل معاك هي بالضبط؟ كيفاش كان التعامل ديالها معاك؟ كان التعامل ديالها حنينه وبدا كتعامل معايا زوين، فهمتيني. مادام مابقاش كتعامل زوين، دابا تشهرات كذا ولات كتزعل البوخ وكتنفخ.
رجليها كانوا منفوخين، دابا ولات هي كتنفخ، رجليها تمشي ولات هي كتنفخ دابا فاض رجليها. واخا عز الدين، شفنا عبر المواقع التواصل الاجتماعي واحد الضجه دابا حاليا اللي واقعه عبر المواقع التواصل الاجتماعي ديال القضيه ديال منعم والزوجه ديالو، والقضيه ديال هذا الموضوع ديال حبيبي اللي كتهضر انت على الموضوع ديال حبيبي، لان هذا الموضوع ديال حبيبي هو اللي خلق دابا واحد الضجه. شو الراي ديالك في هذا الموضوع هذا اللي واقع دابا بالضبط؟ هذا الشيء هذا كله باغيين غيديروا الشهره وباغي يدخلوا الاموال البايضه، باغي يدخلوا الفلوس، ما كرهوش المغرب كله يعمروا فلوس ديالهم ويديروا في جيابهم هذوك الناس. وكنقول لهم الله يعفو عليكم والله يدير الشاور الخير معاكم. عز الدين، بالحكم انك انت يا فنان، وفنان كما كتقول بانك مشهور وفنان اللي معروف، كاين شي جديد؟ كاين جاي ان شاء الله ضمينا عمل بدويه، كاين واحد الدوسك ناضي ان شاء الله على هذا الشيء ديال هذا الشيء الماساج وهادشي ديال هذا الحب. كاين فنانه مشهور بغا يديروا معايا الديو ما بغيتش ندير معاهم، كاين فنانه اللي عاد مبتدئ ما بغاش يدير معاهم الديو حيت مشهور انا فهمتيني، بنادم ما كيعطيش قيمه كاع، هادو اللي عاد بداو لا علاقه لهم. عز الدين الرحالي بحكم انك فنان ولد مدينه فاس مشهور، الجديد ديال عز الدين الرحالي حنا ما عطيتيناش بالضبط علاش غتغني، واش غتكلاشي ولا غتعاود القصه ديالك ملي كنتي عند مي نعيمه، حيت حنا كنعرفوا الفنان كيوصل الرساله كل واحد. غادي نغني على الجديد على حبيبي مي نعيمه حبيبي، غادي نكلاشيها ان شاء الله. واخا عز الدين، شكون هو اعلى ديسك اللي كنضرب لك او اعلى اغنيه اللي كانت ضربات لك؟ كانوا بزاف ضربوا لي التكسيه، بزاف ديال الاغاني. واخا تعطينا شي مقطع مشي اغنيه. مرحبا يا مي نعيمه راكي داسره، واش هاد اليوتيوب علينا دسرك، يا مي نعيمه وراكي داسره، واش هاد اليوتيوب علينا دسرك. بالمناسبه سي عز الدين الرحالي، هاد الاغاني هادي وهاد الاغنيه بالضبط هادي، واش انت اللي كتبتي كلمات ديالها ولا كتبهم لك شي واحد؟ هذه من كلمات الفنان سيمو الفاسي. الكلمات دابا الاغنيه فوقاش غتصدرها ان شاء الله مره؟ ان شاء الله في هذه الايام ديال المقبله ان شاء الله. انت من خلال ان ديك المده اللي دوزتيها مع نعيمه البدويه شنو ربحتي بالضبط؟ ما ربحنا حتى شي حاجه والو، ما ربحنا حتى شي حاجه، ربحنا غير الهضره بزاف وبنادم تابعك والحظيه وتابع، هادشي اللي ربحنا. ما يمكنش قلتي كتخلص ما خلص صافي، انا كنسالها مازال ما عطاتهاليش، كنسال الاموال البايضه ما عطاتني حتى درهم. انا اللي خسرت من جيبي وما عطاتنيش. كيفاش خسرتي من جيب؟ خسرت من جيبي، واش كنجيب ديك اللعيبات ديال الماساج، ديك الادويه، ديك البرودويات ما خلصاتنيش كاع. بزاف ديال الحاجات. شنو توجه لها من هذا المنبر، خصوصا حنا كنشوفوا ولات عليها واحد الضجه على مواقع التواصل الاجتماعي عبر الشكايات، شنو كتوجه لها انت في هذا المنبر هذا؟ انا كنقول لها امي نعمه البدويه درت معاك غير زوين، وانتيا ما عقلتيش على الزميل ديالي، لا انتيا لا نسيبك لا راجلك لا ولادك، شوف غير خرج فيكم الطردقات فيكم رعده كل مره.